سنة 1998 كانت في فيلا قديمة في شارع هادي جدا في أطراف المدينة. الناس اللي ساكنين حوالين المكان ده كانوا دايما بيقولوا إن البيت ده فيه حاجة غريبة، مش عشان شكله لكن علشان اللي حصل جواه. وفي ليلة واحدة بس حصل كل حاجة غريبة محدش يقدر يتوقعها. 5 فنانين مشهورين دخلوا الفيلا دي علشان يحضروا الفيلم الجديد، بس قبل ما الشمس ما تطلع 4 جثث اتواجدوا جوه البيت، والخامس كان قاعد لوحده قدام لوحة فنية وكان بيرسم. لكن لما الشرطة دخلت المكان اكتشفوا ان اللوحة كانت بترسم الجريمة قبل ما تحصل. ومن يوميها القضية دي بقت من أغرب القضايا الفن والجريمة. يلا بينا نبدأ القصة، بس قبل ما نبدأ القصة ما تنساش ان انت تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. يلا بينا. كريم الجوهري ما كانش مخرج عادي، كان دايما بيدور على أفكار مختلفة، أفكار سوداوية غريبة وأحيانا مرعبة. الصحافة كانت بتقول على كريم إن هو المخرج اللي بيحب يدخل عقل الناس، بس العقل المظلم. وفي سنة 1998 قرر يعمل فيلم جديد. الفيلم كان اسمه اللوحة الأخيرة. القصة دي كانت عن فنان عبقري، لوحة واحدة بس من لوحاته كانت بتسبب في أي حد يشوف اللوحة دي يموت. لكن كريم كان عاوز يكتب القصة دي بطريقة واقعية، وعلشان كده قرر ان هو يجمع مجموعة من الفنانين في مكان واحد علشان يقضوا الليلة كاملة يفكروا في القصة. والمكان اللي اختاروه كان فيلا رقم 17. الفيلا كانت مبنية من أكتر من 70 سنة. صاحبها الأصلي كان رسام مشهور جدا اسمه نديم الحارسي. نديم كان عبقري، لكن العبقرية ديت كانت ليها جانب مظلم. الناس اللي كانوا يعرفوه قالوا إن هو كان بيقعد أيام كاملة بيرسم من غير ما ينام، وكان دايما بيقول جملة غريبة: الفن الحقيقي لازم يكون فيه روح. وفي ليلة في سنة 1967 نديم دعا 5 من أصدقاء الفنانين لبيته. لكن اللي حصل بعد كده كان مأساة. الجيران سمعوا صراخ، أصوات تكسير، لكن لما الشرطة وصلت لقوا 5 جثث. في الآخر لقوا نديم منتحر في مرسمه. بس الغريب إن هو كان سايب وراه لوحة كبيرة. اللوحة دي كانت مرسوم فيها نفس الأشخاص اللي ماتوا. وهنرجع لكريم. الساعة جت 9 بالليل، وأول حد وصل للفيلا كان الكاتب يوسف بدر. يوسف كان شخص هادي جدا بيحب العزلة، لكن عقله دايما مليان بالأفكار السوداوية. وبعدها وصلت ليلى منصور الممثلة المشهورة، لكن القليل اللي يعرفوا عنها إنها كانت مهووسة جدا بالقصص النفسية. وبعدها وصل عمر السويفي الموسيقار، كان دايما شايل كده معاه نوتة صغيرة بيكتب فيها الألحان اللي بتيجي في دماغه فجأة. وآخر واحد وصل كان الرسام سامح خطاب. سامح ده كان أغربهم، كان قليل الكلام، بس دايما كان عينه باصة في أماكن محدش بيبص عليها. وكلهم قعدوا في الصالة الكبيرة والنقاش بدأ. كريم قال: أنا عايز فيلم يخلي الناس تخاف من الفن. ساعتها يوسف رد عليه قال له: يعني الفن يكون قاتل؟ فكريم ساعتها ضحك وقال له: أو يمكن الفن يكون مسكون. ساعتها الكل ضحك، لكن سامح كان ساكت. فجأة قال: هو في حد غيرنا هنا في البيت يا كريم؟ فالكل بص استغرب. كريم رد عليه قال له: ليه؟
فسامح رد عليه وقال له أصل أنا حاسس إن في حد بيراقبنا. الساعة كانت قربت خلاص على منتصف الليل. فجأة عمر الموسيقار وقف وقال حد سمع صوت بيانو؟ في البداية محدش صدقه، بس بعد ثواني الكل سمع البيانو، نغمة بطيئة طالعة من الدور التاني. لكن المشكلة إن مفيش حد فوق. فهنا ليلى قررت إن هي تطلع تشوف إيه الصوت ده. والسلم ساعتها كان قديم، كان بيطلع كده صوت خطوات أي حد يطلع عليه. ولما وصلت فوق الصوت وقف، ففتحت باب الصالون. الغرفة كانت فاضية، لكن الكرسي الهزاز بدأ يتحرك. ليلى كانت هتمشي، لكن عينيها وقعت على الحيطة. كان في لوحة كبيرة جدا فيها 5 أشخاص مرسومين بطريقة كده تخوف. لكن لما قربت اكتشفت إن وشهم كان بيشبههم قوي. وهنا ليلى صرخت وجريت على السلم، ولما نزلت حكت كل حاجة حصلت فوق. لكن الفجأة اكتشفوا إن عمر مش موجود. دوروا عليه في البيت كله لحد ما وصلوا غرفة البيانو. كان قاعد على الكرسي، لكن راسه كانت عليها مفاتيح، والبيانو بيطلع صوت نغمة واحدة. ولما لمسوا عمر عرفوا إن عمر مات. وهنا الذعر بدأ ينتشر ما بينهم، وقرروا إن هم يخرجوا من البيت ده فورا. لكن باب الفيلا كان مقفول والمفتاح اختفى. وساعتها يوسف قال ده حد بيلعب بينا. لكن سامح الرسام قال أنا هقعد أرسم. وفعلا قعد يرسم لوحة ل4 أشخاص واقفين وواحد ميت جنبهم. وهنا كريم صرخ قال له أنت مجنون؟ وهنا سامح رد بكل هدوء مش أنا اللي برسم. فهنا يوسف بدأ إنه يفتش في البيت، في القبو، في كل حتة. بس لما وصل القبو لقى دفتر قديم، كان دفتر فيه رسومات نديم صاحب الفيلا، وكان فيه جملة مكتوبة، وكانت اللوحات الحقيقية لازم تتغذى. الصبح جه الشرطة، وصلت الفيلا لقوا 4 جثث، وسامح لوحده قاعد قدام لوحة كبيرة. اللوحة كانت فيها كل اللي حصل. ولما سألوه مين القاتل قال لهم اللوحة خلصت القصة، بعدها سامح مات. لكن القصة ما انتهتش، لأن اللوحة اتغيرت بعد كده وبقى فيها شخص سادس واقف بعيد وبيضحك. وهنا هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. رب تكون عجبتك. متنساش اللايك الجميل والتعليقك الأحلى، وتصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات. وأهم حاجة تفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. أشوفكم على خير في حلقة جديدة، حلقات العتمة بعد منتصف الليل.